انتقم من اي حد بيفكر انه يضايقني او يعمل لي حاجه على الاقل حياتي. عايز ايه عشان هي تقوم تاني وتشوف وراها ايه؟ بس مش عايز اكتر، انا عايز حقي فقط. المهم يعني رقاصه كلت فلوس على منتج، فالمنتج راح عمل لها عمل بالمرض. الصلاة بالميك اب حلال. واحده حلق اللحيه مش مكروه، حلق اللحيه ممنوع، حرام غير جائز. عذاب القبر ايه الفيلم الرعب ده؟ لا مش مؤمنه بعذاب القبر. لا طبعا. هو ده بالنسبه لك فيلم رعب؟ بص، هو انت قلت ان هي مش في القران، فغالبا حضرتك ما فتحتيش القران كويس. لو عذاب القبر فيلم رعب، الحساب عامل ازاي؟ دي قصه انت قريتيها قبل ما تنامي. حبايب قلبي، ايها الفام العظيم، وحشتوني. او في مقوله اخرى، والله اشتاقني اجي اظبط لك الميعاد يضرب، احطه في يوم تاني يضرب. عملت اللي عليك؟ لا مش اللايك والسبسكرايب، دي حاجات احنا عارفينها وحفظناها بقالنا سنه وزياده مع بعض فيه. الحفظ، الصفحه الثالثه مش هتبقى صفحه ثالثه كامله، هتبقى نص صفحه، لان في ناس اشتكت ان الكميه كبيره عليه، فنص صفحه في 3 ايام اعتقد دي مش كميه كبيره على اي حد. احنا بنتكلم في 4 سطور، يعني انت كل يوم سطر ونص تحفظه. بعد الفيديو بتاعي كده ما يخلص تمسك النص صفحه تحفظ السطر ونص لحد ما ينزلك الفيديو تاني تكون حفظت النص صفحه. ايه الحاجه الثانيه بقى والاهم؟ في سيزون جاي علينا اللي هو سيزون الصيف. سيزون الصيف ده بيكون بقى فيه اعلانات كتيره قوي، اعمل لها سكيب كلها. ايوه هي هتخسرني فلوس، بس انت اعمل لها سكيب كلها. اي اعلان سكيب، سيبك منه، وانت مش جاي تاخد معلومه وتشيل ذنب. ايه الحاجه بقى اللي اهم من كل ده حرفيا؟ الكومنتس اللي بتتكتب عن الناس. بصوا، هو انتوا مش يعني في ناس ما بتبقاش فاهمه النقطه دي. لما ربنا بيدينا نعمه، يعني مثلا واحده رجعت الحجاب، واحد بطل موسيقى، الحاجات الجميله دي كلها تمام، ما ينفعش تكتب ليا او لشيخ او لدكتور او لعالم ذره ان هو كان سبب في رجوعك للحجاب او سبب في رجوعك لانك ما تسمعش موسيقى او كذا. ليه بقى؟ لان انت لازم تشكر ربنا على النعمه دي. الف ب كده، بسم الله الرحمن الرحيم، دي نعمه ربنا انعم عليك بيها. ليه؟ لا انا ولا غيري ولا حد كان يقدر يحركك من حته لحته الا اذا شاء الله. فروحنا ولا جينا تمام، لا هي مشيئه ربنا، ولو شاء الله لهداكم اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انك لا تهدي من احببت، انما يهدي الله ايه ما يشاء. فايه عملت اي حاجه اشكر ربنا عليها. كان الشيخ سمير مصطفى بيقول في خطبه اشكر ربنا ان انت جيت تصلي. غيرك يعني مثلا كان بيتكلم عن صلاه العشاء، بيقول ان غيرك اتقى منك ما بيفوتش فرض، بس ربنا ما ادالوش الفرصه اللي انت فيها، هو قاعد في البيت، فانت خدت فرصه وجيت تقابل ربنا فصلي، وصليت اشكره بقى، هو ادالك الفرصه دي. في كلام تاني عن الخشوع والحاجات دي كلها، ولكن ده هيبقى فيه موضوع تاني. بس برضو يعني حته صغيره كده وانت بتصلي، يبقى اسال نفسك سؤال بسيط بعد ما تخلص صلاه، هي دي صلاه تتعرض على الاله؟ يعني الناس اللي بتكروت في الصلاه وتجري والله اكبر، اسال نفسك هو ده هيتعرض على ربنا؟ ينفع؟ يعني صلاتي اللي انا صليتها دي هتعرض على ربنا، فهل انا اديتها صح؟ اديتها كويس؟ سيبك من بالك اللي اتشغل في لحظات وراح هنا وراح لا، جوارحك يعني بتبدا تكتشف ان التسريحه باظت وانت بتصلي، فلازم اظبطها. القميص مش مكوي كويس وانا بركع. فانا مش عايز اطول عليكم في المقدمه لان انا طولت فعلا، فانا والله ما فاكر كنت بتكلم في ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. مهم، يلا بينا نبدا الفيديو. اذكروا الله، تشكروش حد غير ربنا، وضروري الشكر، ضروري جدا. النعمه ممكن تزيل منك عشان انت ما شكرتش ربنا عليها. انا والله بقيت جامد ورحت اصلي، لا، هو ربنا اصطفاك انك تصلي، فلو بتصلي اشكر ربنا على النعمه دي. يلا بينا نبدا الفيديو. رغينا شويه رغي، استاهل عليهم لايك قبل ما الفيديو. اول فيديو معانا، بسم الله. حاجات حلال اغلبنا مفكرين ان هي حرام. الصلاة بالميك اب حلال باتفاق من جمهور العلماء، طالما متوضيه قبله طبعا. طالما متوضيه قبله طبعا، يعني عشان ما تاخديش النص انا حاطه ميك اب فانا هتوضى، لا، يعني تبقي متوضيه قبله. وزودي بقى معاهم لو لابسه ذهب او متزينه او اي حاجه من الحاجات دي، يا باشا توكل على الله، صلاتك ما فيهاش اي مشكله. والاهم ان وضوءك يكون صحيح. وتاني حاجه مهمه انك ما تبقيش لابسه ذهب او حليه او اي حاجه وانت بتصلي وتقعدي يعني تبص تشخللي بقى، اللي هو تبص في الغويشه الحاجات دي، فهي فعلا عندها حق، الدنيا بسيطه. الخاتم في اصبع التشهد حلال، ومفيش اي نص شرعي نهى عن الموضوع ده. حلق شعر هي للبنت حلال، للولد لا، عشان ما تستهبلش يا اسطى، ركز معايا. حواجب هي اللي حرام، وحلق اللحيه مكروه. ايه ده؟ استنى، واحده. حلق اللحيه مش مكروه، حلق اللحيه ممنوع، حرام غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارخوا اللحى وخالفوا المشركين. وفي حديث اخر: اوفوا اللحى. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الموضوع ده يعني في تعديله كده، ان هو لا مش مكروه، هو لا يجوز. وفي اختلاف بسيط جدا ان احنا ما نحلقهاش كلها، ان هي تبقى يعني زي كده مثلا، او اقل من كده حاجه بسيطه، ولكن ده الحد الادنى ان هي تكون ظاهره، لكن حلقها لا يجوز نهائيا. حذاء مقلوب مش حرام. قراءة القرآن للبنات بدون حجاب صحيحة. رفع الشعر جوه البيت للبنات حلال.
النهي بره البيت. واخيرا ديننا دين يسر، فما تضايقوهاش على نفسكم بدون علم. زي الفل كده، انت خدت شويه معلومات دينيه جمال جدا وصححنا حاجه بسيطه. اللي بعده انا معايا المنتج احمد الزواج. يا بنتي اقعدي بقى، اقعدي. كل كارثه انت نطه فيها كده، يا انت تعملي مشكله يا انت تروحي المشكله. هو حضرتك اعلاميه مشاكل بس ما عندكيش حاجه تتكلمي فيها تاني؟ شغاله على البيوت، مين عمل خناقه مع مين؟ يا استاذه بسمه بالله عليكي قدمي محتوى للناس غير المشاكل. خلاص عارفين المشاكل بتوصل لنا. طب انا ايه رايك بقى، هجيب المشكله دي بس مش من عندك انت. اوعى هات لي يا ابن الفنانه فيفي عبده. ربنا ينتقم من اي حد بيفكر انه يضايقني او يعمل لي حاجه على الاقل حياتي. عايز ايه عشان هي تقوم تاني وتشوف عايز وراها حقي ايه؟ بس مش عايز اكتر، انا عايز حقي فقط لا غير. مش هتقوم تمشي على رجليها تاني؟ كله بامر الله. والخاتم ده انت مصدره لنا يعني، هو ده اللي عامل قلق صح؟ ده من ضمن ادوات الخدمه اللي معايا. انا اللي عملت عمل لفيفي عبده. بس ده انت معلقه صوتك شكر. المهم يا جماعه، الشخص ده ليه فلوس عند فيفي عبده. فيفي عبده واكل عليه تقريبا مليون او مليون المهم يعني رقاصه كلت فلوس على منتج، فالمنتج راح عمل لها عمل بالمرض، وحاليا هي في المستشفى. ولما اتحجزت في المستشفى والاطباء مش عارفين يعملوا معاها حاجه، طلع قال يا جماعه انا اللي عملت لها العمل وانا اللي اذيها وهاخد حقي. طالما القانون ما جابليش حقي فانا هعرف اخد حقي بطريقتي. نيجي هنا لنقطه مهمه جدا، هل القانون ما يقدرش يقول نحبس ده؟ اقول لك لا. ليه؟ ما عنديش ماده قانونيه تنص على اي حاجه من دي. اخري هقول ان هو بيمارس اعمال النصب والاحتيال، وساعتها هو يقول انا مش بمارس اي اعمال نصب واحتيال. طب يا فرماوي، في ناس كتير بتقول لك لا الاعمال مش موجود، الجن مش موجود، ما فيش حاجه زي كده، بطلوا تخاريف، بطلوا هبل، بطلوا مش عارف ايه. وتلاقي لنفسه هو الشخص ده حاطط خرزه زرقاء عشان الحسد، فاهم؟ وتلاقيه ماشي بعبارات شيل عينيكم من علينا، عارف انت الحاجات دي؟ طب هو في القران ما فيش ايات بتتكلم عنهم؟ يعني انا خلاص انا قلت لك انا مرجعي ايه؟ كتاب وسنه. طب هل ما فيش؟ لا في. انا اقول لكم بس اوائل الايات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله شركاء الجن، سوره الانعام. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، في سوره الانعام برضه. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم، سوره الانعام برضه. نروح لسوره الاعراف. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار، سوره الاسراء. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران، سوره النمل. وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس، سوره النمل برضه. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، سوره الصفات. وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا، سوره الذريات. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سوره الرحمن. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، سوره الرحمن برضه. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، سوره الجن كامله. واللي في بدايتها قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. وده عدد ايات بسيط لسه فيه. عندك في سوره البقره واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. اهو يعني بس ده في كتير قوي. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عندك ارتقب فهم مرتقبون وما رأوش غيرك. عندك فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، كتير جدا عارفينه. لا وتذكر لنا كمان اللي بيحصل ايه؟ بيحصل حاجه من 3، يا صحه يا مال يا جواز، شغله ولعبته. طيب يا فرماوي انا عرفت كل الحاجات دي وعرفت ان هي مشكله. انا كقانون والله العظيم انا ما اعرفش كقانون المفروض اعمل ايه، مش قصتي وما بحبش افتي في حاجه انا مش فاهمها، بس القانون المفروض يشوف له حل. طيب لا انا كشخص بقى، يعني انا كشخص المفروض اعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كده عندك سوره البقره كل 3 ايام انت ملازمها، 3 ايام يخلصوا تقراها تاني، تقدر تقراها كل يوم اقراها كل يوم. ايه ده يا فرماوي؟ دي تعمل حاجه، دي تعمل كل حاجه. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترهقها البطله. مين هم البطله؟ كبار الجن والشياطين، اعلى حاجه الملوك. مالهم بقى؟ ما يقدروش عليها. هي سوره البقره. وايه تاني؟ اذكار الصباح والمساء. طب انت عندك ذكر مهم؟ عندك ذكر مهم جدا، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اول ما تصحى من النوم كده اقراها 100 مره، قولها 100 مره، مش هتاخد منك بالظبط 7 دقائق. ودي تعمل لي ايه يا فرماوي؟ تعصمك من الشيطان طول يومك كده، خلاص بينك وبينه حائل. وده حديث برضو شريف. اذكار الصباح كتير جدا اقراها، ايه الكرسي، لكن اهم شيء سوره البقره. طب يا سيدي انت معاك الحمايه وهو معاه الهجوم، احمي نفسك بقى، ما تسيبش نفسك كده. اكره شيء على الشيطان ايه؟ الوضوء، ما يعرفش يدخل. اكتر حاجه يعشقها الشيطان ايه؟ لا مش عدم الوضوء، الجنابه، تاكل لك مداخل بالنسبه له. فانا حذرت، قلت اللي عليا، قلت لك اللي السنه قالت لك تعمله في الحالات اللي زي دي، ما تخافش اطلاقا. ربنا ينجينا جميعا. اللي بعد عذاب القبر، طلعها لي من القران كده. ايه ده؟ اطلعها لك حاضر. يا نهار ابيض يا ست الكل. لا احنا عنينا يا جماعه، واحده واحده. مبدئيا في سوره التوبه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. المره الاولى في الدنيا، المره الثانيه في القبر. العذاب العظيم فين؟ في الاخره. خد الايه اللي بعدها. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ده فين؟ ده في القبر. طب أنا ليه بقول في القبر؟ لأن يوم تقوم الساعة، خلاص بقى يعني يوم تقوم ساعتهم لي. طب قبلها كنت فين؟ قبلها كنت في القبر. أصل أنت ما بتعرضش على النار غدوا وعشيا في الدنيا. واقروا تفسيرات الآيات دي كلها. دي في سورة غافر. نيجي بقى للسنة. السنة اللي مفيش ولا حديث فيها عن عذاب القبر إلا وصحيح، وفي البخاري وفي مسلم وفي السنن في كل حته. اولا بس قبل الحديث في دعاء كان دايما الرسول بيدعي عليه افضل الصلاه والسلام: اللهم اني اعوذ بك من فتنه المحيا وفتنه الممات وفتنه المسيح الدجال وعذاب القبر وعذاب النار. حديث ثاني عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام: هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمه بين الناس. واحد، انا عايزكم بس تعدوا معايا. اثنين، لولا الا تدافنوا، يعني انتوا بتدفنوا بعض، يعني لدعوت الله ان يسمعكم عذاب القبر. اللي بعد: اذا اقعد المؤمن في قبره اوتي ثم شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فذلك في قوله تعالى: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت. ده السؤال اللي انت هتتساله فين؟ في القبر، في عذاب في القبر. وعن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على اهل القليب فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو الموتى، تكلم اموات. فقال: وما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون. على فكره انتم ما بتسمعوش احسن منهم ولا حاجه، هم بيسمعوا زيهم بس هم لا يجيبون. فكون ان احنا نيجي ننكر عذاب القبر باياته باحاديثه، اللي هي على فكره انا قلت جزء منها والباقي هتلاقيه تحت في لينك في الديسكريبشن، بايات وحديث. وكل ده ليه بقى؟ يعني واحده واحده نفهم. الست هانم قررت تلغيه ليه؟ نرجع بقى عشان نفهم هي ليه بتنكر عذاب القبر. عذاب القبر ايه الفيلم الرعب ده؟ لا طبعا. مؤمنه بعذاب القبر؟ لا طبعا. عذاب ايه وقبر ايه ازاي؟ هو ده بالنسبه لك فيلم رعب؟ بص، هو انت قلت ان هي مش في القران، فغالبا حضرتك ما فتحتيش القران كويس. لو عذاب القبر فيلم رعب، الحساب عامل ازاي؟ انا مش عارف، انا لو قلت جهنم دلوقتي ممكن يعني العقاب عامل ازاي؟ ويا جماعه احنا ما بنعملش بقى ترهيب لا، هي الدنيا مش نار بس، ولكن مش جنه بس. ربنا هيعمل فينا كده؟ وبعدين انا مش في القبر، ده جسمي اللي هو انا خدته زي عربيه او فاسل عشان يدخل فيه روحي للحياه دي. قالوا واحده واحده بس، انا مش في القبر، ده جسمي اللي في القبر، لان جسمي عامل زي عربيه انا خدته احط فيه روحي، وبعدين روحي ابديه وهتنتقل ترجع للنور، نور ربنا. بص، لما بنقرا قصص بالليل قبل ما ننام ما بنطلعش نقولها، ما بنطلعش نقول ان هي حقائق. دي قصه انت قريتيها قبل ما تنام، ان روحك هتطلع للنور والنور الالهي، وان مفيش عقاب، وان نبطلها بقى. انا جايه من نور ربنا ورايحه لنور ربنا، يعني روحي هتفضل موجوده وهتروح طبعًا. للنور طبعا. طب والارواح اللي كانت شريره في الدنيا هتروح فين؟ هتروح للنور برضه. ازاي؟ ايه ده لا واحده واحده بقى، واحده واحده عشان نقعد استني، واحده واحده نقعد بس كده عشان نفهم الاصطفى نوعها ايه. الارواح الشريره هتروح للنور برضو؟ لا اله الا الله. يعني انا ابقى مجرم زي مش مجرم؟ يعني انا اسف، حضرتك تبقي طالعه وتلاقي حد كده بعد الشر عليك اغتصبك وخد فلوسك ورماكي في الشارع ومشي، فانت هتروحي للنور وهو هيروح للنور؟ لا اله الا الله. ولو مش فاهمه حضرتك يعني بتلغي ايه، فانت بتلغي العقاب الالهي كله اللي اساسا منع الناس عن بلاوي. اصل كتير يعرفوا يسرقوا وما يتمسكوش، وكتير يعرفوا يعملوا جرائم كتير وما يتمسكوش. طب ممكن اعرف، طب انت بتلغي العقاب الالهي استنادا لايه؟ يعني مثلا هل معاكي دليل؟ هل اتخذتي على الله وعدا زي ما كفار الجاهليه كانوا بيدعوا زمان؟ لا انا بس ثواني عشان ما تقولش ان انا بكفرها والهبل ده. واحده ما جيتش جنب الست، هي عايزه تلغي العقاب الالهي، فانا عايز افهم ليه. هتفضل تنزل لغايه ما تتطهر. هي مين اللي تتطهر؟ حياه بعد حياه بعد. يعني الروح الشريره ترجع تاني الارض لحد ما طب ما تطهرتش بقى، يعني فضلت تعمل جرايم على طول. يعني هي ما بتتفسرش كده، او والله كل واحد يفسرها زي ما هو عايز. نعم، كل واحد بيفسرها زي ما هو عايز. هي بقى فرح. عامه يا جماعه الحمد لله ان ربنا يعني مدينا القران اللي نمشي عليه، والرسول سايب لنا السنه النبويه الشريفه اللي نمشي عليها، ويا رب كلنا نتبع هذه السنه الجميله وهذا القران ونفكنا من دماغنا شويه، يعني عشان دماغنا بتسرح. دلوقتي الارواح الشريره ما بتتحاسبش، بكره الارواح الشريره طيبه، بعد كده الشيطان ده كان كيوت، بعد كده لا يا جماعه ماله المسيح الدجال ده حلو، ده بسمسم، ده شوف بيخدم الناس ازاي. فاحنا رايحين بتدريج لمكان كلنا عارفين، بس اتمنى اننا ما نحضروش. يعني انا مش عايز احضر هذه التجربه، بالله عليكم ما تعجلوش بيها، والله هي جايه رفقا الله يحرق. تنساش تعمل ايه؟ تنساش تعمل اللي انا قلت لك عليه في اول الفيديو، عليك نص صفحه احفظها. انا ما اعرفش هو باقي فيديوهات تانية ولا لا اصلا اعمل عليها رياكت، بس انا بصراحه مش قادر بفرط بسرعه، وعندي بقى كتابه وتصوير، قاعد اشكيلك، هنقعد للفجر اشكيلك، مش هفيدك بحاجه. يلا توكل على الله، سلام.